السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح على كل الناس اللي بتتفرج علينا من جوه مصر ومن بره مصر. النهاردة موضوعنا عن الحمام اللي ما بقاش يطير زي الأول. في البداية كده يا جماعة عايزين نعرف برضو إن في شوية حاجات بتأثر على فرد الحمام وهو طاير، وبالنسبة للناس اللي بتحب النش والناس اللي هي مجانين الغية. النهارده مش هنتكلم عن البيض ولا عن الزغاليل ولا عن الفرخ، النهارده موضوع الحلقة عن النش. طيب في البداية كده هنفرق بين شوية حاجات ومن خلالها نقدر نعرف نظام الحمام بتاعنا ايه. خلي بالكم يا جماعة ان اللي بينش من الواطي غير اللي بينش من العالي، بمعنى اللي بينش من الدور التاني او التالت غير اللي بينش من فوق برج عمارة او من فوق غية عالية في الدور العشرين او الخمستاشر. واللي بينش والفرد شبعان غير اللي بينش والفرد جعان. ولازم تحفظ وتحفظ حمامك على الطيران وتدربه وتتعب مع الزغلول علشان تاخد حمامتين كويسين. وفي برضو شوية حاجات هناخد بالنا منها، يعني اللي جنبه مركن، يعني الغية اللي جنبها مركن غير الغية اللي مش جنبها اي مراكن، بمعنى اللي جنبه عماير عالية غير اللي كاشف الدنيا بحالها واللي كاشف البلد بحالها. فبفرخ دوت او نش دوت اكيد هيكون غير نش دوت. وخلي بالكم كمان برضو يا جماعة، اللي بينش من مصطبة غير اللي بينش من بيبان. الناس اللي عندها الغيات فاهمة انا بتكلم في ايه. الناس اللي بتربي في المحبوس اكيد طبعا مش فاهمة اي حاجة ويهمها الزغاليل والحصوتين وخلاص. طيب خلينا برضو في البداية يا جماعة نتكلم كده كلمتين في حق الحمام. لازم يا فندم الحمامتين بتوعك ياخدوا حقهم، بمعنى لازم الحمامتين يستووا، ولازم جناح الحمام يستوي وريشه وعضلات الجناح تكتمل علشان خاطر تقدر ترفع الحمامتين على العرق، وعلشان خاطر الحمامتين ما يقعوش منك ولا شوية هوا يوقعوهم او يتفزعوا منك يقعوا ينطروا في اي مكان تخسر الزغلولتين او تخسر فرد واحد. فانت لازم الفرد الحمام يستوي، ما تستربعش على طيران الحمام، وما تقعدش تكرش الزغاليل، وما تستعجلش. لان زي ما في يعني الزغلول يا جماعه عامل زي العيل الصغير. في زغاليل بمعنى بتحب البدري، تحب تطير في البدري. وفي الشبابيات دي عامله زي الشاب الصغير، تحب تصحى من النوم براحتها وتصحى على الظهر وبراحتها. وفي حمام الكبير اللي هو زي الراجل الكبير ده بتاع الليل واخره، يعني بمعنى في حمام تماسي يا جماعه وفي حمام عصاري. ودايما الشبابيات نخليها للعصاري، والحمام الكبير للتماسي، والزغاليل اللي يخليها في البدري الساعه 7 و8 الصبح. وبرضه يا جماعه نخلي بالنا من موضوع القلش، بمعنى ان وقت القلش بيكون الحمام مجهوده غير في الايام العاديه، بمعنى بدايه من شهر 6 او اخر شهر 5 الايام اللي احنا فيها دي كلها ايام قلش لحد شهر 11. فطبعا اداء الحمامه واداء فرد الحمام واداء الجناح بتاعه مش هيكون زي الايام التانية اللي هي والجناح مكتمل. وبرضه يا جماعه نفرق بين الحمامه وهي بترمي عليها الصمه والعديله غير والجناح كامل وغير وهي زغلوله. عمر فرد الحمامه يا جماعه بيفرق في الايه، بيفرق في الطيران. فعلشان كل غاوي او كل مربي او كل حد عنده علاقه بالحمام ما يظلمش الحمامتين بتوعه. فانت ما ترجعش تقول الحمام بتاعي ما بقاش يطير زي الاول، لا، اسال نفسك الاسئله دي كلها. اسال نفسك احنا في وقت قلش، اسال نفسك انت بتدي الحمام حقه في الكلفه، اسال نفسك حمامك سليم ما عندوش برد ما عندوش حاجه، بتنش من عغيه عاليه ولا من مكان واطي، في جنبك مراكن، في جنبك عماير مضايقه الحمام. في حاجات كتيره. انت الفرد اللي عندك تبقى انت كده وانت بتطير الحمام. دي برضو حاجه كده، يعني لو انت شايف الفرد عينه على الغيه بدايه فرد ممتاز وده فرد محترم، وانت بتنشر حمامتين كده بتوعك تلاقي الفرد بتاعك عينه على الغيه بتاعتك، اعرف ان الفرد دوت محترم واوعى تفرط فيه. لما تلاقي الفرد سرحان وعينه على الحمام التاني وعينه في السماء، اعرف ان الفرد ده ممكن يتضرب منك في اي وقت. فالحاجات دي يا جماعه بتيجي من الخبره، بتيجي من الممارسه، بتيجي من يعني خبرات، تراكم الخبرات. فيعني عايزين برضو ما نظلمش الحمام
ونفهم يا جماعه سيكولوجيه الحمام، ونفهم احنا هنا يعني بنشرح للناس اخواتنا نظام الحمام. وزي ما بقول لحضراتكم، الحمام عامل زي العيل الصغير، الزغلول الصغير ده زي ما بتحفظه وبتدربه زي ما هتلاقيه، زي ما بتربي ابنك وبتعلمه هيطلع على نفس تربيتك. انت ما ربيتوش وما علمتوش ما حفظتش فرد الحمام، ما تجيش تزعل لما تلاقي الفرد العشوائي منك وبيركن في اي مكان وبيطلع ويطلع وينزل. فانت الغلط عندك من البدايه. لازم يا باشا هتحفظ الحمامتين بتوعك، ولازم تدربهم، ولازم تتعب معاهم ويغلطوا وتعيد وتزيد ويغلطوا لحد ما يطلع عندك حمامتين محترمين تخش بيهم وسط المحيط. انما احنا عايزين نستسهل وعايزين نطير الحمامتين ونمسك الضربتين ونفرح. فيا جماعه الغيه مش كده، والنش مش كده، يعني هوايه الحمام مش كده خالص. علشان كده انا ما بحبش الحمام النش، وما بحبش. انا قادر ارفع غيه عندي في المكان، وقادر عندي الامكانيه ان انا ارفع غيه وان انا اجيب احلى خشب واحلى غيه. بس انا لا، انا ممكن انا عندي حمامتين فرخ اخد منهم زغلولتين على قد حبه الكلفه بتوعي، على قد نيتي. ده ما بحبش المشاكل، ما بحبش ان انا حد يحاسبن عليا. سهل جدا يا جماعه ان انا ارفع غيه، وسهل جدا ان انا امسك كل يوم بالخمس ست حمامات. والمنطقه عندي كلها حمام بلدي وكلها حمام غريب. وبس الواحد بيتقي الشبهات على قد ما بيقدر وبيتجنب، لان احنا فيها الايام اللي احنا فيها بامانه شباب كتيره واخده ما بقاش في اصول، ما بقاش في خوف من ربنا زي زمان، ما بقاش في حته ان انت تبقى عارف صاحب الحمامه وتروح ترجعها له. لا، في بقى في ناس كتيره بتقبل الا من رحم ربي، يعني عشان خاطر برضو ما نعممش. فاحنا بدورنا بنطلع نوعي الشباب الصغير. الغيه اخلاق، النش يا جماعه اخلاق، هي هوايه، هي في الاول وفي الاخر علم على صاحبك وصاحبك علم عليه ورجع له الفرد بالحب وبهزار. ياما يا جماعه مشاكل قامت بسبب الريش، بسبب الحمامه، ياما مشاكل في مناطق، وياما خصومات، وياما زعل، وياما وياما وياما. علشان ايه؟ هي منافسه، وهي منافسه شريفه. بس خد الحمامايه ورجعها له تاني، قول له عليك واحد، انا علمت عليك المره دي. هي دي هي دي ألذ ما في الموضوع. انما ان انت تقبل حاجه غيرك وتاخدها تبيعها وتعلم عليه بطريقه وحشه وتعمل خصومه بينك وبين جارك، انت هتبوظ حمامك وهو هيبوظ حمامه. ضيعنا غيه الحمام في العند وفي الهيافه. فهي دي يا جماعه يعني ملخص حلقه النهارده. لازم كل حاجه تاخد حقها، الاصول حقها، فرد الحمام ياخد حقه، كل حاجه تاخد حقها. وفي الاخر يعني طالما كل حاجه خدت حقها، فانت في الاخر ربنا هيكرمك وهتنجح في الهوايه بتاعتك، سواء انت عندك غيه، سواء انت متربي بتطير من البلكونه، سواء بتطير من اللوفت. فهي يا جماعه الغواء اصول وادب واخلاق. دي يعني احب اختم الحلقه بتاعتي بالجمله دي. في النهايه يا جماعه يبقى انا كده وصلت لنهايه الحلقه، ولو في عند حضراتكم اي سؤال تحت امركم في التعليقات. وما تنسوناش يا جماعه باللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.